وفي هذا الإطار طبعا حقيقة هذا اليوم وهذه الأيام هي أيام تاريخية بالنسبة للمنطقة بشكل عام. المنطقة كانت بحاجة منذ أشهر عديدة إلى أن يكون هناك بصيص أمل في إطار كل هذه الأزمات وكل هذه الصراعات المستمرة في المنطقة وآلة القتل والتدمير التي لم تهدأ لأكثر من منذ عام في منطقتنا. اليوم الشعب السوري أمام فرصة ليحقق طموحاته، أمام فرصة لأن يعبر عن التضحيات التي قدمها في سبيل الوصول إلى حريته. هو أمام فرصة الآن لوجود وطن للجميع، وطن شامل يكون محققا لكل التطوعات التي كانت لدى الشعب السوري منذ يوم ثورته المؤثر. طبعا كان من اليوم الأول ثابتا ولا زال في إطار دعم خيارات الشعب السوري، ونؤكد طبعا على ضرورة أن تكون الخيارات هي خيارات سورية أولا، وندعو جميع الأطراف في سوريا والذين بدأنا التواصل معهم بأشكال مختلفة إلى ضرورة العمل معا على الإبقاء على وحدة التراب السوري، وعلى أن تكون المرحلة القادمة هي تلبية لتطلعات كل السوريين دون